في وسط الأحداث العالمية الصعبة اللي بنعيشها، العالم بقى قاسي جدا، لكن لسه الخير موجود. جمعت لكم النهاردة مواقف حقيقية سجلتها الكاميرات، قصص بتعرفنا إن الإنسانية هي أقوى سلاح ضد قسوة العالم اللي بنعيشه. الإنسانية هي أقوى كمان من القنبلة النووية. ممكن موقف بسيط منك يغير حياة شخص تاني. استعدوا لمشاهدة أجمل اللحظات اللي بتفكرنا إننا بشر. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة. الشخص المشرد ده بالرغم جوعه إلا إنه شارك طعامه مع القط المسكين ده، لدرجة إنه تنازل القط عن وجبته كلها. الولد الصغير ده بيأكل مجموعة الطيور دي لأنها جعانة جدا. يا لرقة قلبه وعطفه. السيدة دي كانت مسافرة وتعبت وراحت في النوم من التعب، سندت براسها على شنطتها، وعشان الشنطة ما تتحركش من مكانها لأنها بعجل، شخص كان قاعد وراها سند رجله على الشنطة بالشكل ده عشان تنام براحتها. السيدة العجوز دي وهي بتعدي الطريق كانت عربية المطافي معدية جنبها، فوقفت العربية بسرعة لمساعدتها ووقفت لها الطريق علشان تعرف تعدي. في أحد المدرجات واحد من الجماهير التقط الكورة وبقت بتاعته، لكن لطيبة قلبه قدمها للبنت الصغيرة دي لأنها كانت بتبكي ومنهارة من العياط. الراجل ده ساعد القطة المسكينة دي المحاصرة في المكان ده، ولو ما كانش ساعدها كانت هتفضل تعاني في صمت وتموت. القط ده جعان قوي، دخل محل الجزارة ده يمكن ياخد وجبة تسد جوعه. الراجل الرحيم بتاع المحل اداله وجبة لذيذة جدا وما طردوش. الراجل ده لقى العربية اللي قدامه عطلت ووقفت الطريق، وبدل ما ينزعج نزل وساعد الراجل اللي قدامه بدون تردد. الموقف ده ما يتصدقش لولا سجلته الكاميرات. في محطة القطار الولد الصغير وقع على قضبان السكة الحديد، الشاب ده جري بسرعة وشاله وأنقذ حياته. البنت الصغيرة دي ما صدقتش نفسها لما شافت لاعبها المفضل قدامها وبيديلها الحذاء بتاعه كتذكار، لدرجة إنها بكت من كتر الصدمة. السيدة دي كانت في السوبر ماركت، ولما جت تحاسب الكاشير الفلوس اللي معاها ما كانتش تكفي. اتفاجئت بحد تاني سدد لها المبلغ كامل، لدرجة إنها انهارت بالبكاء. البنت دي بتجمع حواليها قطط الشارع وتأكلهم. مفيش أجمل من إنك تكون رحيم بالحيوان.
الراجل ده نزل من عربيته عشان يساعد الراجل المسن وهو بيعدي الطريق. فعلا الراحمون يرحمهم الله. أحد العاملين في إعادة تدوير النفايات لاحظ حاجة بتتحرك جوه كيس، ولما فتحه لقى حاجة غريبة. لقى القط ده على قيد الحياة. مين عديم الضمير اللي عمل كده فيه؟ الغزال ده وقع في المية وكان بيصارع الموت، وأنقذه الراجل الشجاع ده. ربنا يجازيه كل خير. المتسابق ده للأسف أصيب في أحد السباقات وبقى مش قادر يمشي. كلهم تضامنوا معاه وساعدوه على المشي. البطة دي لما نطت على الأرض من مكان عالي سابت صغارها لسه فوق، وهم حاولوا يلحقوها وينطوا لكن ما يعرفوش علو المسافة. الراجل ده ساعدهم بطة بطة لحد ما وصلوا بسلام لأمهم. الشرطي ده جري بسرعة عشان يساعد العجوز عشان يعدي الطريق. فعلا قبل ما تكون مسؤول لازم تكون إنسان. شكرا لأنكم شاركتوني اللحظات الجميلة دي اللي هتفضل في الذاكرة. الحياة مش بس اللي بنعيشه لكن كمان اللي بنتعلمه من قصص الآخرين. الإنسانية بتبدأ بخطوة، ويمكن تكون أنت البطل في قصة مؤثرة قريب. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع اللي بتحبوهم عشان يعم الخير، واكتبولي في التعليقات إيه أكتر موقف أثر فيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة عشان تتابعوا مواقف تانية تدينا لسه الأمل في الحياة. فالخير ما بينتهيش. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.